يمضي معه مسافات ومشاوير، وبرفقته يتعدى ديار بعيدة، ويوم مات ما جاء على وجهه تعابير، كنه ما يعرفه من سنين عديدة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ صديقه في غيبته وبعد وفاته. قال بعض الحكماء: الإخوان بمنزلة النار، قليلها متاع وكثيرها بوار، فلا تسرن بكثرة الإخوان إذا لم يكونوا أخيارا. قالوا: لعمرك ما ود اللسان بنافع إذا لم يكن أصل المودة في القلب، تناسى مساوئ الإخوان يدم لك ودهم. قال الفاروق: أعقل الناس أعذرهم لهم. عن الأصمعي قال: قال أعرابي: عاتب من ترجو رجوعه. قال بعض الحكماء: العتاب علامة الوفاء، وسلاح الأكفاء، وحاصد الجفاء. قال العتابي: ظاهر العتاب خير من مكنون الحقد، وضربة الناصح خير من محبة الشاني. ولبعض الحكماء: من كثر حقده قل عتابه. قال محمد بن داود: من لم يعاتب على الزلة فليس بحافظ للخلة. قال أسماء بن خارجة: الإكثار من العتاب داعية إلى الملال. قيل لبعض الأعراب: من الأديب العاقل؟ فقال: الفطن المتغافل. ولبعض الأدباء: من أحب أن يسلم له صديقه فليقبل عذره وليقل عتابه، فإن العتاب يجر الملال.